في بداية شهر رمضان المعظم يطيب لي ويسعدني أن أتوجه إليكم جميعا حيثما كنتم في قرانا ومدننا، في حواضرنا، إلى الفلاحين، إلى العمال، إلى التجار، إلى كل شرائح المجتمع الإريتري في الداخل. أهنئكم وأتوجه إليكم بالتهنئة الحارة بقدوم شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا وأن يجعله إن شاء الله شهر رحمة وخير وبركة، ونسأل الله عز وجل أن يهله علينا باليمن والبركات. سوف ننطلق إن شاء الله تعالى في 30 درسا مع قبسات من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذا الشهر المبارك. وأول ما نستهل به أحد الأحاديث العظيمة الجليلة التي اعتنى بها العلماء اعتناء عظيما قديما وحديثا، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم له سبب في نزوله أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو أنه عندما هاجر الصحابة إلى المدينة المنورة جلس رضوان الله عليهم مع نبيهم في المسجد الحرام، فإذا به يقول لهم هذا الحديث، واندهش الصحابة رضوان الله عليهم من أن يكون من بينهم من هو هاجر يريد الدنيا أو زواج امرأة ولم تكن هجرته لله سبحانه وتعالى. وقيل أن هذا الرجل الذي عني في هذا الحديث هو كان يحب امرأة اسمها أم قيس، وهاجر من أجل هذه المرأة فقط، ولم يهاجر كما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، حيث هاجروا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ولكن صاحبنا هذا هاجر فقط حتى يصيب عرضا من الدنيا، أو كان له هدف أقل من هذا الهدف، وهو أن يتزوج امرأة قد أحبها في مكة، فللأسف بطلت هجرته ونال نصيبه من الدنيا ولم يكن له نصيب آخر. ولذلك الإنسان كما قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهذا الإنسان أراد سبحان الله الدنيا، والله سبحانه وتعالى قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكن الآخرة والثواب والأجر والإخلاص لا يعطيه إلا لمن يحب. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يصطفيهم الله ويختارهم الله. فنحن الآن يا إخوة بدأنا شهر الصيام، وفي هذا الصيام ينبغي أن نقصد وجه الله سبحانه وتعالى بصيامنا. أما الإنسان إذا صام والله عشان يرضى عنه الوالدين أو حتى الناس ماذا سيقول عني أنا إذا فطرت في شهر رمضان، فيصوم مجاملة للناس أو حتى لا يتكلم عنه الناس، فهذا ليس له صواب ولا أجر، ولكن ينبغي أن يكون صيامه لوجه الله سبحانه وتعالى. على أي حال صاحبنا هذا الذي هاجر من أجل هذه المرأة قالوا: أعوذ بالله، العمل الذي يخلو من الإخلاص تمحق بركته. هذه أول مصيبة في العمل الذي ليس فيه إخلاص، أن بركته تمحق. وذكر أن الإمام مالك عندما كتب كتابه الموطأ، وطأ كتابه الموطأ المشهور، أول كتاب في علم الحديث ومن أعظم كتب الدنيا، فالناس أعجبت بهذا الكتاب لأنه ذاع في الأمصار وانتشر، فأعجبت به الناس، فبدأت الناس تقلد الإمام مالك وتعمل لها موطأ الإمام فلان وموطأ فلان وموطأ فلان، وكثرت الموطئات. فواحد من أصحاب الموطئات هذه جاء إلى الإمام مالك وعرض عليه موطأه وقال: يا إمام، أنا وطأت كتابا كما وطأت. فأخذ الإمام مالك وتصفح هذا الموطأ، ثم قال قولته المشهورة:
ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ولم يبقى في هذه الدنيا إلا كتاب موطأ الإمام مالك إلى يومنا هذا، وآلاف الموطئات التي كتبت محقت بركتها وانتهت. صاحبنا هذا مهاجر أم قيس لا يعرف إلا بمهاجر أم قيس، حتى اسمه اختفى. وقال بعض العلماء هذا كان من أدب الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم اقتبسوا الأدب من رسولهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يفضح الرجل، لم يقل فلان هاجر من أجل امرأة، ولكنه قال من يهاجر من أجل امرأة يعني لا يقبل، نيته ليست لله. فالرسول عليه الصلاة والسلام ستر هذا الرجل، والصحابة تعلموا هذا الستر من نبيهم، فلم يبوحوا لنا ويذكروا لنا اسم هذا الرجل. ولذلك قيل أنه مهاجر أم قيس، والله أعلم من هو هذا الرجل. وليست العبرة بالأشخاص، لكن يا إخوة أي عمل لا يعمل لوجه الله سبحانه وتعالى تمحق منه البركة. والشيء الثاني، الآفة الثانية، أن الإنسان إذا لا يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى فيأتي يوم القيامة وصحائفه خالية من العمل الصالح، لأن العمل كثير ولكن قبوله صفر، لأن مجرى قبول العمل على أمرين: أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا وفق الشريعة الإسلامية. فصاحبنا هذا أوقع العمل وفق المطلوب، ولكنه للأسف النية لم تكن خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تذكرون الحديث العظيم الذي في البخاري، حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ قرآن، ومنفق في سبيل الله، ومجاهد في سبيل الله. مفروض هؤلاء الثلاثة أول ناس يدخلون من أبواب الجنة، لكن للأسف عين من هؤلاء الذين جاهدوا، ومن هؤلاء الذين علموا، ومن هؤلاء الذين أنفقوا، منهم قسم أول ناس يكبون في نار جهنم. فما هي مشكلتهم؟ يعني هل ألم يعلم هذا الذي حفظ القرآن؟ نعم، بدليل أنه يأتي يوم القيامة عند ربه فيحاسبه ويقول له يعني أتذكر النعمة التي أعطيتك إياها؟ يقول يا رب نعم، فيقر بنعمته. فيقول الله عز وجل وماذا فعلت فيها؟ فيقول يا رب سهرت وحفظت القرآن وعلمته ودرست وخرجت أجيال وفعلت كذا. فيقول الله عز وجل نعم فعلت ذلك، ولكن حتى يقال فيك قارئ، وقد قيل يعني أخذت نسيبك من الدنيا، اسحبوه على وجهه في نار جهنم. ويقال هكذا للمنفق: إنما أنفقت ليقال فيك جواد، إنما قاتلت ليقال فيك شجاع، اسحبوه على وجهه في نار جهنم. حتى سبحان الله هذا الحديث لما سمعه سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه أغمي عليه خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان. فلما أفاق من الإغماء قال صدق الله ورسوله، وقرأ قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فإذن الإنسان الذي يعمل عملا ليس لوجه الله فهذا للأسف أيضا يوم القيامة لا حسنة له. ثم قال الله عز وجل في ختام هذا الحديث ثلاثة الذين تسعر بهم النار قال اسحبوه على وجهه في نار جهنم. فهذه يا إخواني هي آفات الرياء، العمل الذي لا يكون لوجه الله سبحانه وتعالى، أن صاحبه يتعب ولا راحة له، يتعب كما يتعب الناس، يتسابق في العمل وينفق ويفعل ويجاهد ويقاتل، ولكن للأسف بما أن العمل لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى فقد حبط عمله ولا يقبل منه، وتمحى بركة عمله، ثم يسحب على وجهه في نار جهنم. وهذا الحديث العظيم أخذ منه العلماء قاعدة عظيمة جليلة من قواعد الإسلام، وهي الأعمال بمقاصدها. والحديث في هذا الحديث، الكلام في هذا الباب حديث القلوب، حديث النفوس، حديث الأرواح، هي لحظات نعيشها في شهر رمضان
ينبغي أن نبتغي بها وجه الله عز وجل، حتى إذا خرجنا من هذا الشهر وجدنا كل حسناتنا التي فعلناها من القيام والصيام والتهجد وغير ذلك في ميزان حسناتنا، ولا يحدث ذلك إلا إذا كان هذا الصيام خالصا لوجه الله عز وجل. فأوصيكم ونفسي أيها الإخوة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأدعو الله لي ولكم بالخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.